تصور تبدا الشركه ديالك وتتقاتل باش تطلع وفي الاخر يجريو عليك. هذا الشيء اللي طرا ستيف جوبز المؤسس ديال شركه ابل. الا كنتي كتفرج فيا من ايفون ولا ماك خاصك تعرف ان الفضل كيرجع لهذا السيد. جوبز هو واحد الفيلم على ستيف جوبز ومن احسن الافلام اللي تقدر تفرج فيهم. الحوايج اللي استفدت من الفيلم هو ان الامور ماشي ديما كتمشي كيف ما بغينا. خاصنا نعرفوا فاش كنكونوا يلاه دينا خاصنا نديروا بزاف ديال المجهودات ونتقاتلوا بزاف باش نبينوا القيمه ديال داكشي اللي كنديروا. وثاني حاجه الا ما كناش كنبغيو ديك الحاجه ديال بصح غادي نعياو وغادي نحبسوا لانه كاين بزاف ديال الغلط. بزاف المرات غادا تعقد الامور والا فكرتي منطقيا غتقول غادي نحبس ونرجع للور. فضروري من شي حاجه في شكل الحاجه اللي غادا تخليك مكمل واللي هي الشغف لديك الحاجه والحب ديالك لديك البلاصه اللي باغا توصل لها والحب ديالك لديك الرحله اللي فيها بزاف ديال المشاكل. وهذا الشيء اللي كيفسر علاش قليل بزاف فين كتلقى شي واحد اللي كمل في المشروع ديالو وبقى غادي مقاتل معاه حتى دار ثوره في العالم كامل. هذا الشيء اللي استفدت شخصيا من الفيلم ديال جوبز وحتى انت الا مشيتي تفرجت فيه غادي تستافد من هذا الشيء غادي تموتيفا وغتستافد من دروس اخرين. الا كانوا عندك شي اقتراحات الافلام خليهم لي في لي كومونتير باش نشوفهم انا والناس اللي غيتفرجوا.